السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة جديدة من كلام جمهور. النهاردة عاوزين نتكلم تعليقي على قائمة المنتخب بشكل عام. قائمة المنتخب كويسة، قائمة المنتخب المواجهات المنتخب الموريتاني كويسة، قائمة كويسة بشكل عام، بس في كام اسم هم اللي عليهم تعليق. في مركز حراسة المرمى الكابتن حسام حسن واخد محمد الشناوي، واخد احمد مصطفى شوبير ومحمد عواد ومهدي سليمان. محمد عواد دخل مكان حمزه علاء. اي نعم، انا كنت افضل استمرار حمزه علاء للنزول بالسن، وهو جاي من المنتخب الاولمبي، هو اللي هيمسك الرايه بعد كده. بس في ظل تالق محمد عواد وعدم لعب حمزه علاء في النادي الاهلي، فخلاص قائمه بحراسه المرمى كويسه بوجود محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عواد ومهدي سليمان. في قلب الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه واحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي. بالنسبه لي الاربع مدافعين دول كويسين، هم المتالقين على الساحه حاليا. في محمود مرعي بتاع نادي بيراميدز برضه لعيب كويس طول الموسم، راجل بيبدا الكره من تحت، واقف على رجله، هيدر كويس، برضه كان ممكن يستحق الوجود في القائمه. عندك في ناحيه الباك رايت احمد عيد ومحمد شحاته، ودي ليا تعليق عليها. احمد عيد انا مع ان هو ينضم للمنتخب، لسه صغير في السن، احنا برضه هدفنا ننزل بمعدل الاعمار، بس ما يكونش لعيب اساسي. يعني في ظل اصابه محمد هاني، مش عشان محمد هاني اتصاب خلاص كده احنا ما عندناش باك رايت. لا، احنا عندنا محمد عمر كمال، اي نعم مش بيلعب بصفه مستمره مع النادي الاهلي، بس قريب كل ما بينزل من على الدكه بيبقى ليه مساهمات سواء بالصناعه وسواء بالتسجيل. برضه عمر جابر في نادي الزمالك، برضه الموسم اللي فات ده عامل موسم كويس، ضد موسم كويس، برضه كان يستحق الوجود. محمد شحاته مش مع انه يعني انا مش رافض وجوده في المنتخب، بس في مركزه في نص الملعب برضه لعيب كويس، بس مش انه يلعب باك رايت، هو مش بتاعته باك رايت. كانت اولى ان عمر كمال ومحمد شحاته، عمر كمال وعمر جابر، معلش، عمر كمال وعمر جابر هم يعني كانوا ياخدوا مكان في المنتخب. مش عشان انت معاك مشكله مع عمر كمال فالموضوع هيبقى شخصي، لا، احنا الناس كلها كانت بتنادي ان الكابتن حسام حسن صح يمسك المنتخب، بس انك انت تشخصنها مع لاعب دي برضه لازم ننتقدك فيها، مش لازم تشخصنها. المهم الاستفاده للمنتخب. ناحيه الباك ليفت، ان المنتخب في ظل مشكله احمد فتوح، اصابه محمد حمدي، عندنا محمد حمدي من الزمالك، وعندنا ممكن احمد نبيل هيكون في مركز نص الملعب او هيكون في الباك ليفت. انا مختلف مع اسم محمد حمدي. انت بدل محمد حمدي ما بيلعبش مع نادي الزمالك، فكان اولى ان يلعب كريم الدبيس. يعني بدل ما انت هتاخد واحد ما بيلعبش وهتراهن عليه، لا، الاولى ان كريم الدبيس هو اللي يلعب، لانه كان بيلعب مع المنتخب الاولمبي. محمد حمدي ما لعبش. يعني انت اللعيب اللي انت مثلا على مزاجك لو ما بيلعبش تدعم وتقف في ظهره، واللعيب اللي معانا مشاكل علشان معايا مشاكل معاه، لا، ما هو ما يجيش المنتخب وما يلعبش، دي برضه غريبه. عندك في نص الملعب هيكون عندك مروان عطيه من النادي الاهلي، وعندك حمدي فتحي ونبيل دونجا من النادي الزمالك. ومعايا اختلاف برضه ان نبيل دونجا ازاي يروح في المنتخب. نبيل دونجا ما قبل ماتش الاهلي وهو انتقادات من جمهور نادي الزمالك، مش من اي حد، انتقادات لنبيل دونجا من جمهور نادي الزمالك على مستواه. فازاي هو يروح المنتخب مش عارف. سيبنا من الترندات وركوب الترند والاغاني والكلام ده، لا، احنا لمصلحه المنتخب. انت عندك مهند لاشين، لاعب بسم الله ما شاء الله في بيراميدز، لاعب زي ما بيقول الكتاب في مركز 6، يعني يلعب على مروان عطيه. انا شايفه يلعب على مروان عطيه حاليا. مروان عطيه مستواه مش كويس، مروان عطيه ليه فتره مستواه مش كويس، وكل كوره ما يفقد الكوره او لعيب يغزله او يعني يلمه، بيشد في التيشيرت بتاعه، كل شويه يشد في الشورت. يا عم انت عاوز ايه من الشورت؟ انت كل شويه بتشد في الشورت. لا، العب كوره زي ما انت كنت جاي من نادي الاتحاد، بدايتك كنت لعيب كويس. مهند لاشين بسم الله ما شاء الله، راجل بيلعب كوره وجوده الكوره بتاعته بسم الله ما شاء الله. مش معنى ذلك ان تلقى دايما اللاعب رقم 6 مش عشان كورته حلوه، يعني مش عشان كورته حلوه تلقاه دايما في الالتحامات وكده مش قد كده، يعني سواء اوروبيا او محليا. بس مهند لاشين بسم الله ما شاء الله، حتى في افتكاك الكوره بتلقاه لاعب كويس وبيعرف يستخلص الكوره، وعمل ماتش كويس على امام عاشور في ماتش 3-2 اللي الاهلي فازوا بهدف قفشه، مع ان امام عاشور احسن 8 في مصر يعتبر.
يعني ان اللعيب يعرف يقفل عليه برضه دي حاجه تتحسب له. عندك في مركز 8 ناصر ماهر، واحمد سيد زيزو برضه هيبقى محسوب على رقم 8. عندك في ناحيه الوينج اليمين عندك محمد صلاح ومصطفى فتحي. وعندك في الشمال عندك ابراهيم عادل وتريزيجيه ومرموش، برضه دول ما عليهمش اختلاف. في مركز الهجوم عندك برضه مصطفى محمد واسامه فيصل، برضه دول ما عليهمش اختلاف برضه. بتدي فرص برضه، بتنزل بالاعمار. يعني شايف عناصر من المنتخب الاولمبي زي ابراهيم عادل، زي اسامه فيصل، زي كوكا، زي احمد نبيل كوكا بتاع النادي الاهلي، زي محمد شحاته، زي احمد عيد. يعني شايف برضه نزول بالاعمار ودي حاجه كويسه في مصلحه المنتخب. القائمه بصفه عامه القائمه كويسه، بس هما كان اسم اللي كان عليهم اختلاف. برضه موضوع استبعاد امام عاشور، هو حاليا استبعاد امام عاشور ان هو يعني مش كويس حاليا. انا مع المنتخب، بس انك انت مثلا لعيب ما يكونش بيلعب وتروح برضه وتجيب وتديه فرصه، يبقى كده اختلف معاه. يبقى انت انك انت عارف امام عاشور لاعب كويس، فانت المفروض تقف في ظهره. قال انا على مستوى امام عاشور ما يستحقش، قال انت انك انت لعيب تقف في ظهره ولعيب برضه ترميه، دي مش حاجه كويسه. بس بصفه عامه قيمه المنتخب، يعني قيمه المنتخب بصفه عامه كويسه يعني. ان شاء الله ربنا يكرم ونفوز ماتشين موريتانيا. آه، تعليق على خناقه دونجا وامام عاشور. الموضوع انا متابعه من الاول. الموضوع بدا ان امام عاشور إن دونجا نزل ستوري على الانستجرام ان هو بيقول لك رقم 8، هو خد رقم اول ما جه من نادي بيراميدز، خد رقم امام عاشور وقال له، ونزل ستوري وقال ان رقم 8 ده للرجال. انت طبعا دي حركات، يعني المفروض انت راجل لاعب كوره مالكش دعوه بالترندات وركوب الترند مع الجمهور والدنيا دي. برضه راح امام عاشور برضه نزل ستوري بعديها بعد ماتش نهائي الكاس، ان في صوره هو او دونجا بيشد في رقبته، قال له اما تواجه رقم 22 عليك الاستعداد. الموضوع برضه سخنان بينهم. برضه لو كلامه صح ان هو امام برضه نازل الماتش ياخد لقطه، لا انت يا امام انزل في المباراه اثبت نفسك، واللقطه هتيجي لما تلعب. يعني انت راجل نازل تثبت نفسك وتلعب، اللقطه هتيجي والجمهور يعني الجمهور هيشجعك وهيقف في ظهرك. فهي بس يا ريت اللعيبه ودونجا حط نفسه، يعني برضه انت دونجا حطيت نفسك في مقارنه امام عاشور، الجمال حطك في مقارنه. ما تنسقش للامور دي، انت راجل رقم 6 وهو رقم 8، يعني مختلفين في المركز. يعني اللعيبه المفروض تركز في اللعب. بس هو ده تعليق على الازمه دي. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.